السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرسائل ما زالت بتوصلنا على أساس إنه نراجع علاقتنا مع ربنا، إنه هل نتعظ، هل إنه نرجع نعيد حساباتنا بعد زلزال سوريا وزلزال تركيا. الآن زلزال بضرب فلسطين وتحديدا في شمال نابلس بقوة 3.8، والحمد لله رب العالمين ربنا لطف فيهم، وهي كانت عبارة عن هزة يعني ما صار فيها أي ضرر الحمد لله، ولكن رسالة إنه نرجع نعيد علاقتنا مع ربنا، رسالة نرجع نتعظ، رسالة نراجع أنفسنا واللي قاعدين بنعمله، رسالة حتى للي قاعدين بنشروا الشغلات الساقطة والرخيصة واللي بدعموها على منصات التواصل الاجتماعي أثناء الزلزال اللي ضرب قبل شوي. للأسف الشديد شفت مشاهد وبثوث مباشرة لنفس الشعب الفلسطيني، نعم لنفس الفلسطيني، زي ما صار في سوريا وزي ما بيصير في تركيا وغيراتها. شغلات مش طبيعية، طبعا هم بيمثلوش إلا أنفسهم، بس هل من متعظ نراجع حالنا يا جماعة؟ هاي رسائل نراجع حالنا، هاي فرصة نعيد حساباتنا مع رب العباد. يا جماعة انتشرت الفاحشة بطريقة مش طبيعية، يا جماعة انتشرت السقاطة بطريقة مش طبيعية، أصبحنا نحارب الله ورسوله يا جماعة علنا، وهذا ليش انتو شايفينه. فهل من متعظ؟ يا جماعة بطلنا ننهى عن المنكر ولا نؤمر بالمعروف يا جماعة. يعني حتى اللي بأمر بالمعروف بيقولوا عنه متشدد، واللي بينهى عن المنكر بيقولوا عنه متخلف وغير متطور. عارفين وين رايحين؟ فهل من متعظ؟ أنا بكل فيديو بدي أذكر إن نفعت الذكرى. أنا ما بتفلسف عليكم، أنا بتعلم منكم، بس أنا في 5 بيشوفوني احكي كلمة طيبة أحسن من الكلمات اللي بتشوفوها والرخص اللي احنا شايفينه. وربي يحفظكم يا الله، يسترها معنا. ونصيحتي للجميع، والله لا تستحق هاي الدنيا دمعة من دموعكم أو إنك تغضب ربنا من أجل هاي الدنيا الزاهر. السلام عليكم.